الحقيقة يا توني أنا عايزة أستخدم النموذج دوت علشان أحط صرخة لكل أم وكل أب بيمارسوا أي نوع عنف ضد أولادهم. العنف اللفظي شتيمة وسب مرفوض، العنف البدني ضرب مرفوض، ان انا احرمها من الخروج من الدخول من الاكل ومن الشرب مرفوض. هناك اساليب تربيه يجب ان يتعلمها الاباء والامهات. ده كويس قوي، بس كمان ما فيناش كل ما اب يعني شخط في بنته او في ابنه يحمل نفسه ويخرج من البيت وما يرجعش. يعني بالنتيجه يعني هنربي ولادنا ازاي؟ ده معناها ان ما فيش اسلوب حوار داخل المنزل. احنا عايزين تعلمي مين؟ الامهات والابهات. مين؟ اذا يعني الكلام ده فينا نوجهه لفئه معينه، لكاتيجوري معينه من الناس اللي هم هيفهموا اللي انت بتقوليه. بس نحن بمجتمعات بيقول لك فلت من عنده من البيت بنت 12 سنه جاهله، بمعنى انها مش متعلمه مش رايحه مدرسه. طب هتفهمي الراجل ده والست دي انه يتعاملوا مع اولادهم بالاتيكيت بالانترنت ازاي؟ في المؤسسات الدينيه اللي هي الجامع والكنيسه اللي موجودين في المناطق الريفيه، بدل ما بياخدوا مناحي مختلفه، هم لازم يعلموهم ازاي يربوا اولادهم. يعني علموا اولادكم وربوهم بالهداوه، لا ضرب ولا شتيمه ولا سب. ليه بنت جميله زي كده وفي وشها ابتسامه جميله ليه ما تفضلش على طول؟ ليه احساس الاب بسلطته الابويه بتخليه يقهر الاطفال؟ ليه كده؟